بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى توقيع عبد الغازي عبد المجيد في فئة الخمسة قروش المصرية عملة مساعدة. وصلنا تحديدا إلى الإي 50. الإي 50 دي مشتركة ما بين عبد الغازي عبد المجيد وصلاح حامد. عبد الغازي عبد المجيد موجودة معايا، صلاح حامد ساقطة من المجموعة. وبعد كده استكمل صلاح حامد المجموعة بتاعته، مما هو جدير بالذكر ان زي ما قلنا قبل كده ان الترقيم والقص بالنسبة للعملة المساعدة والطباعة تم على عدة مراحل في مصلحة المساحة العامة اللي هي السابقة لهذه المرحلة، ثم الهيئة العامة للمساحة في هذا المكان تحديدا. الهيئة العامة للمساحة، وتغير مكان الطبع والقص من الهيئة العامة للمساحة في صلاح حامد تحديدا إلى مصلحة البريد. يبقى هو عمل الإي 50 إي إف جي جي اتش اي جي كي ال ام ان و. ده ما زلنا في مصلحة المساحة. هيتغير التقييم أعتقد في 51. هنشوف اهو هيتغير فين بالظبط تحديدا. بي كيو دي يعني الفولدر بتاعها مش هيبان قوي، طلعها. البي كيو ار اس وقعت من المجموعة. اس 50 ار اس تي يو. هنا بقى اتنقل من مصلحة المساحة لمصلحة البريد. طبعا عايزين نشوف فين بالظبط اتنقل من مصلحة المساحة، الهيئة العامة للمساحة، لمصلحة البريد. هنا بي ديا مصلحة المساحة، بي كيو مصلحة المساحة الهيئة العامة للمساحة، الهيئة العامة للمساحة، اس فاضية ساقطة من المجموعة، تي نقل لمطابع البريد واضحة طبعا جدا من تحت اهي مطابع البريد. يبقى هنا كان آخر حاجة عندي الهيئة العامة للمساحة في ار اس، هتبقى يا إما مصلحة الهيئة العامة للمساحة أو للبريد. يبقى تي مطابع البريد، تي اي تي ار اس تي يو في دبليو. هنا في برضو في، بقول هنا دبليو، هنا دبليو ساقطة من المجموعة. هيبقى في احطها مكانها بقى عشان ايه متلخبطش. طبعا الحاجات دي طبعا لما بسيبها مبحطهاش مكانها تاخد مني مجهود جبار جدا، واحنا بنعمل كل حاجة قدامي حضراتكم اهون، بس كده عشان يبقى ايه افضل. تي في
سي بي دبليو اكس واي زد 50. وخلصنا من البريفكس 50. بدأنا ب51 A B ساقطة A B C D كل دول بقى كده اهم، كل دول لصلاح حامد طبعا باينين خالص اهما. صلاح حامد محصلش عليه تغيرات ولكن عمل كمية كبيرة جدا 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 من الخمسات، يعني هنتكلم عنها شوية ونجيب نهايتها وخلاص. بعد كده هي اف جي وقت واقعة جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي. لقيتها وحشة. اس تي يو في دبليو اكس واقعة واي زد اي بي سي دي اي اف جي جي اتش اي جي كي ال ام ان ام ال ام ان ان ساقطة ان، هما الاتنين جنب بعض ان او بي كيو ار اس تي يو بي دبليو اكس واي زد. عمل مجموعة كبيرة جدا زي ما قلنا. مش هنعرف حتى نعمل عليها كنترول لان هي مجموعة كبيرة جدا. هنحاول في عجالة اي 53 اي بي ساقطة اي تي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي. الحاجات اللي ناقصة احنا قلنا ايه اهي. ال ام ساقطة ان موجودة او ساقطة بي موجودة كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي دبليو اكس واي زد. طبعا احنا عايزين نقول دي 54 ايه 54 بي. عايزين نقول ان العملة المساعدة دي هي السهل الممتنع في الجمع بالبريفكس. طبعا لان هي كانت العملة اقل العملات وكان استعمالها كبير جدا وكانت قيمتها موجودة، يعني قيمتها الشرائية كانت موجودة كويسة. وطبعا كان فيه
زي ما احنا عارفين ان اماكن توزيعها على الجمهورية ممكن يكون بريفكس ال ام ان، يكون بريفكس محتاجه مثلا الصعيد، يبدأ من الجيزة لحد الصعيد. وجه بحري ممكن ما نشوفوش خالص، دي حاجة. الحاجة التانية الحاجة التانية كمان ان كمية الإصدار QRS واقعة، ST UV كمية الإصدار بتاعتها مليون، وربما تقل عن المليون. وإذا جينا حسبنا المليون عدد السكان في التوقيت دون، لو قلنا مثلا عدد السكان مثلا 60 مليون، يبقى في واحد هيشوف العملة دي بالحالة الأنصر، و6 مش هيشوفوها بالحالة الأنصر. وطبعا مع كثرة تداولها هي دي الصعوبة الموجودة في الجمع بالبريفكس في العملة المساعدة. طبعا هي أصعب من البنك نوت 55 EF GHI، أصعب من البنك نوت لكونها كمية قليلة، في الإصدار في العدد، وكونها أيضا كانت متداولة تداول كبير جدا عن الأيام اللي احنا عايشينها دي. كانت ال5 سنت طبعا بتشتري حاجة، دلوقتي طبعا ما عادش بتشتري وما عادش بتتعمل أساسا. اتعمل مكانها الكوبر نيكل، عادش بتتعمل طبعا لانعدام قوتها الشرائية. شوف في نواقص كتير ازاي في مجموعة صلاح حامد، طبعا من الأسباب اللي قلناها قبل كده. مجموعة صلاح حامد دي ما تعملش زيها مجموعة، كل المجموعة بتاعت العملة المساعدة اللي اتعملت من أيام ما قالوا عملة مساعدة في مصر، ما اتعملتش الكمية الموجودة في اللي عملها صلاح حامد في فترته التانية. طبعا كمية رهيبة جدا جدا، وتجميعها بالبريفكس في منتهى الصعوبة، الكنترول عليها صعب جدا، في أرقام منها كتير واقعة من المجموعة. بس طبعا الحمد لله رب العالمين إن الواحد وصل لأنه يجمعها بالبريفكس موضوع صعب خطير جدا. أعتقد اللي بيجمعها بالبريفكس دي بيعاني فيها معاناة شديدة جدا. دول مش موجودين، اللي هم يبقوا ايه HIG، يبقى KL 59 MNO 59 مش موجودة، BQ 59 مش موجودة، R خليديان R 56 هيبقى ST U B W X Y Z. هنحاول نكمل برضه مجموعة صلاح حامد عشان يبقى عملنا ايه 57 بي مش موجودة، CD E F G مش موجودة، H R. دخلنا على 15 دقيقة بتوع الفيديو، عايزين ايه H I G. هنا كنا بدأ خلصنا ايه، خلصنا هنا في H I G K L M
ان مش موجودة، بي وبي كيو مش موجودة، كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد. يبقى خلصنا، هنخلص عند زد دي، ونبدأ إن شاء الله بفيديو آخر. أرجو أن أكون وفيت معاكم وأضفت شيء لمعلوماتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى إصدار آخر إن شاء الله رب العالمين.